قبل ما نبدأ الفيديو في نسبة كبيرة عم بيشوف فيديوهاتي بدون ما يشترك في القناة، فحابب احكي لهود اللي عم بيشوفوا فيديوهاتي بدون ما يشتركوا، شو رأيك تشترك بقناتي واحبك وتحبني ونحب بعضنا وتحط لايك واحبك اكتر وتحط اشتراك واحبك اكتر، تشارك الفيديو مع اصدقائك واعشائك اكتر ونصير عشاء ونتكاثر ونعبي الدنيا فيديوهات. خليكم معي. اليوم دخلت على التيك توك لحتى اشوف افلام ثقافية وتوعوي كالعادة، بحكم انه الموقع الازرق محجوب عنا فانا بدخل على التيك توك حتى اشوف افلام ثقافية وتوعوي. طبعا قصدي بالموقع الازرق اللي هو الفيسبوك، يعني محجوب عنا وبده في بي ان، ما تفكروا شي تاني. المهم دخلت على التيك توك، فبشوف التيك توك كله عم يحكي على فضيحة شروق وديانا وهبة السعودي. طيب مين هدول؟ طبعا شروق غنية عن التعريف. شروق بتعمل رياكشنات على فيديوهات راحة نفسية، بتجيب فيديو واحد عم بيقشر صابوني، معه قشرة بطاطا عم بيقشر فيها صابوني، وبتقول يا راحة نفسية حبيت، واشتهرت في هذا المحتوى، محتوى الراحة النفسية وتقشير الصابون. يعني انت روح جيب بشرة بطاطا قشر لك صابونتين ثلاثة، صور فيديو، بتجي شروق بتعمل عنك مقطع فيديو انت مشهور خالص باسمك صابونة شروق. يعني نحن هلا عنا هون في الغرفة لما بصير معه شيء مريح، شخص بني ادم بصير معه شيء مريح بقول اوه راحة نفسية اكثر من صابونة شروق. طبعا الفضيحة انتشرت على شروق بعد ما شروق تزوجت شخص اسمه دكتور فود. هلا رح يجي حدا راسه مربع منكم يسألني مين هو دكتور فود؟ دكتور فود انسان مشهور بالطعام. دكتور فود اول ما تسمع الاسم رح يخطر على بالك دكتور طعام، يعني هذا الانسان قادر على انه يعمل عملية بواسير لحبة بطاطا. دكتور فود، دكتور الاكل هذا. يعني دكتور فود بيجيب لك صحن عدس، صحن برغل، بيعمل لك منهم فروج مشوي. كيف شلون ما بتعرف؟ طبعا انا كنت كتير متحمس لحفلة الزواج تبع دكتور فود وشروق. كنت بتوقع انه دكتور فود راح يجيب فيل يحشي رز، يعمل فيل محشي، يعملوا كبسة ويقدموا للمعازيم. بس دكتور فود كان له رأي تاني، فجاب فاصولي ورز وطبخ للمعازيم فاصوليا ورز. بس هذا الشيء ذكي، هذا قرار ذكي من دكتور فود انه يقدم للمعازيم فاصوليا ورز، لانه نحن هلا بالشتاء والحفله صارت بفصل الشتاء، فالفاصوليا بتدفي بالشتاء، وخصوصا اخر الليل لما تفوت بفرشتك بدك تنام، بتكون متفقتك منك. وفي انا بتوقع انه دكتور فود ما جاب فرقه موسيقيه على الحفله بعد الفاصوليا والرز لانهم كانوا عم يترقصوا على انغام نرجع لقصة الفضيحة. بعد ما شفت الكل عم يحكي عنها صار عندي فضول اني اشوفها، شعطنا الفضول اني اعرف شو فضيحة شروق. شروق بتحب الصابون، يعني راح يكون نشري لها فيديو هي عم تمارس الرياضة مع صابونة مثلا، ولا شو الوضع؟ انا عم ابحث عن الفضيحة فجأة بيطلع في وجهي هذا الفيديو. وش تدور يا المخنس؟ وش تدور يا المخنس؟ وش تدور؟ علمني. ها؟ بعد ما شفت هذا الفيديو تراجعت، حسيت انه والدي دخل علي انا وعم ابحث عن هاي الفضيحة وبده يجلدني ويعمل من جلد دربك. بس رجع شدني الفضول مرة تانية ودخلت على التليجرام ابحث بعد ما فقدت الامل في التيك توك. دخلت على التليجرام وفي بوت مكتوب فضيحة شروق، فدخلت على البوت، اشتركت ب50 قناة، 60 قناة، 1000 قناة، حتى طلع لي الفيديو. طلع الفيديو عبارة عن عندك معجون حلاقة؟ حمزة نعم. عندك معجون حلاقة؟ عندي. اعطيني اياه. لا. طبعا بعد ما تعذبت وعانيت حتى حصلت على الفيديو. الفيديو طلع كتير بيض، يعني الفيديو عبارة عن انه هي طلبت معجون حلاقة من حمزة وحمزة كته على وشها للمعجون، يعني كت معجون حلاقة على وشها، وهذا هو الفيديو. وفي فيديو تاني لفراشات وانهار وفراشات قد قالت هذا فصل الصيف، والفيديو التاني بس عبارة عن فراشات، يعني في بنت عندها فراشي وشروق عندها فراشي، فهود البنتين بيحبن الفراشات، فبس لانته البنت عندها فراشي عندها وشم على شكل فراشي وشروق عندها وشم على شكل فراشي، جابوا الفيديو ونسبوه لشروق. ولا البنت ما بتشبهها اصلا ولا الصوت صوتها. ليش عملوا هيك؟ عملوا هيك مشان المشاهدات، لانه المشاهدات والفضائح بالوطن العربي ترند. يعني اذا بتجيب عنوان، تكتب عنوان لفيديو، اي فيديو بتجيب تكتب عنوانه شاهد فضيحة دجاجة تخون زوجها مع ديك اخر، ثاني يوم بتلاقي الفيديو مليون. هيك كان رد شروق على الفيديوهات والفضيحة المنتشرة المنسوبة إلها. اذا بتحكوا عن صور وفيديوهات هيدي مش لإلي اساسا، اللي موجوده في الصور والفيديوهات ما بتشبهني، فبلاش هذا الحكي اوكي، لانه هاي دول مزورين، لو بتحطوهم على الحيطان ما بيهموني صراحه، واللي فيهم مش انا. سكت كتير على الموضوع، ابتزوني كتير في الموضوع، ابتزاز
بيبتزوك بيجي مش إلك. واضح انه البنت كتير متأثرة في الشيء اللي عم بيصير وبالحملة اللي صايرة ضدها. يعني البنت عم بيبتزوها بشيء مو إلها اصلا، البنت عم بيجيبوا فيديوهات بينسبوها إلها بس ليش؟ لانه في وشم بيشبه وشم، بس هي القصة. فخلونا نشوف دكتور فود كيف رد، باعتبار انه هي صارت بتعرفوا شغلة والله العظيم، على كتر ما شفت كيف بيهاجموها لشروق، هذا السبب يعني من الاسباب. قد ايه ما بتهاجم، قد ايه بيهاجموها، وقد ايه عندها هيتر، ومن هيك من دون شيء صرت حبها زيادة. والله ضلكن هاجموها لحبها زيادة. فكتير حلو من الدكتور فود هذا الرد، ردة الفعل اللي كانت على الفضايح اللي عم تنتشر على زوجته. ردة الفعل كانت كتير رائعة، فكفو منك يا دكتور فود، حلو انك تكون سند لشروق. ما بعرف اذا تشوف الفيديو تبعي، فبكفو عليك حبيب والله، الله يسعد دينك، يسعد راسك، يسعد وجهك، يسعد خشمك، يسعد انفك، لك عراسي يا طيب حبيب والله. المهم فمنروح لفضيحة هبة السعودي. فبعد ما بحثت كتير عن فضيحة هبة السعودي وما لقيتها. يا شباب عيب، حابب احكي لكم انه عيب، ما بيصير هيك، ما بيصير هذا الشيء. لا تنشروا فضائح للبشر، وين المروءة، وين الانسانية، وين الفيديو وين الفيديو. المهم فاضطريت اني ارجع للتليجرام، اخونا التليجرام مالنا غيره. فدخلت على التليجرام واشتركت ب60 قناة. فبعد ما لقيت الفيديو تبع هبة، الفيديو كتير تافه وما بيستحق انه ينتشر. الفيديو مقرف لدرجة ما بتنوصف. الفيديو متسرب مثل ما قالت، متسرب من سنابة، في هاكر مخترق السناب تبعه ومسرب الفيديو. الفيديو عبارة عن انه كانت عم تعمل ليزر لمنطقة حساسة بجسمها، يعني المنطقة سوداء وبدها تغير لونها عبر الليزر. انا قصدي على قلبها، كانت عم بتعمل عملية ليزر حتى تخلي قلبها ابيض. هبة السعودية انسانة مشهورة من قبل، حتى قبل ما ينتشر هذا الفيديو عنا. بس بعد ما انتشر هذا الفيديو زادت شهرتها بشكل رهيب. كل البشر صارت تدخل على البث المباشر، عندها آلافات الاشخاص يدخلوا يسألوها ليش اسود، ليش اسود قلبك، ليش اسود. حتى في اشخاص في البث المباشر بتسألها ليش أسود. لا بفضل هبة اذاني عابسي وقال لي سلها اسود ولا لا؟ اوكي بالله عليك ميكس. اكيد يقصد تيشيرتك ولا تيشيرت. نعم هو اكيد يقصد التيشيرت، ما يقصد قلبك الاسود. خلينا نشوف هبة السعودية كيف ردت، او هبة عبد الرحمن كيف ردت على الفضيحة اللي طلعت عليها. انا حطيت 1,000,000 ريال وعينت 6 محاميين، اوكي، والشرطة الجنائية في جدة من امس قاعدة ترصد اي احد يسيء لي. انت حطيتي 1,000,000 ريال على الفاضي، لو انك جاي اعطيتينا هاي 1,000,000 ريال الي، كنت انا اجيت طلعت بفيديو نسبت هاي الفضيحة عليه. يا جماعة الخير انا اللي عندي اسود، انا قلبي اسود موهبة، هذا الفيديو الي، انا الي، نعم الي. بس انا ما خفت من الجنائية اكثر ما خفت من المحامين، اكثر ما خفت من المحامين اللي معينتهم هبه. معيني 6 محامين، يعني هود ال6 محامين اذا صادفوك بالشارع عم تحكي على هبه بدون ما يرفعوا عليك قضيه، قادرين على انهم يرسموا بوجهك خريطه الوطن العربي، من كثر ما يكفكفوك ويفقعوا بوجهك ويعملوا من جلدك دربكات وطبول. انت هودي بس كفكفي، وهاي بدون قضايا قادرين على انهم ياخذوا حق هبه وزياده. وفي فضيحه ثانيه لديانا اخت ويلمر، حاولت اني احكي غير هالاسم ديانا حاف، ما زبطت معي لانه هي مشهوره باسم ديانا اخت ويلمر، ويلمر اخوها مشهور بانه يكون وحيد القرن. فيا ويلمر بتربح معنا جوز قرون منقله. والشغله الثانيه والقصه الثانيه انه الفيديو مو مزبوط ابدا، لقيتوا ديانا بتحكي سوري والبنت اللي بالفيديو بتحكي عراقي. فكل الفضائح اللي طالعه كذب، عباره عن اكاذيب، من عدا فيديو هبه مزبوط وصحيح، اللي قلبه اسود وكتير منجم فحم. فانا بعتذر لهبوش، يعني ما كان قصدي اني اجرح مشاعرك. فممكن مع جلسات الليزر يصير قلبك ابيض، والله يوفقك. خلي المحامين تبعك يحلوا عني، ما بدي اشوفهم ولا بدي التقي فيهم. وانا بعتذر خلص، انني اعتذر امام الجميع في هذا الفيديو، ومن منبري هذا اقول لك اعتذر على هذا الفيديو. الله يوفقك لحتى تجيبوا والله ولا على. بس هذا اللي كان اليوم. اذا عجبكم المقطع اعطونا لايك للفيديو واشتراك بالقناه وشير I love you so much. احبكم جميعا، وراح اترككم مع تعليقاتكم تبع الفيديو الماضي.